علما وهدى. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين
وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الحمد لله. أيها الأخوة والأخوات، حديث كأن قلبت سيداد مقشين وحكو سابسيهي أسرار الحياة الزوجية أما سرت نرشا قورك أما قويسك هذا والله كرا. إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كوحك أبو رهال نفتاس أيو كأبو ري نسك هذه كله أما قيبت هذه كله أو يدا كبيس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة. إسلا نفتاس أيها الله سبحانه وتعالى
ka abuuray qaybteedii kale dhigeedii kale wuxuu alle subxaanaه wa tacaala ka abuuray isla aadam calayhi الsalaam abulbashar ayuu ka abuuray xawaa oo xaaskiisii wabatha minhuma rijaala kahiira wanisaءa intaa kadib ayuu alle subxaanahu wa tacaala ka abuuray dad aada u fara badan oo qabaa'il iyo shucuub noqday marka asal ahaan waa hal ruux asalku hal ruux rag iyo dumarku hal asal bay ka soo jeedeen saas darteed ayuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy الnisaءu shaqaa'iq الrijaal الnisaءu shaqaa'iq الrijaal ragga walaalahood waaye isku meel bay ka soo baxeen isku xukun waaye wixii ay ku kala qaybsan yihiin oo axkaamtooda ah mooyaan laakiin sida guud ahaaneed iyo insaannimada iyo asalka khilqada waa isku mid saas darteed islaamka agtiisa waa dad hal unug hal meel ka soo wada baxay kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ahaatay xikmaddiisa maadaama uu u abuuray dumarka ragga si bani aadamkii uu dhulkan baaqi ugu ahaado tanaasul la ysu dhalo loo tarmo xikmaddaasu waa midda labaadna waxa weeye inuu ninkan kelinimadii ka baxo oo wehelha iyo meeluu ku dego walidalika alla subxaanahu wa tacaala markuu cilaynayo dumarka wuxuu u abuuray ragga waxaana loogu abuuray inay ku degaan ku nastaan ku xasilaan oo waxaa laga fahmaya inaad ku degtaan macnaha ninkii hadduu keligiis yahay ma degana hadduu keli yahay ma xasiloona istiqraar ma leh xag nafsi iyo xag guri midna ma haysto deganaan walidalika ilahi subxaana wa tacala wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja khalaqa minha zawjaha khalaqa lakum min anfusikum azwaaja litaskunuu ilayha marka sakanku waa meesha lagu xaasilo oo lagu dego guryuhu maxay inoo yihin meelaan ku degno ku xasilno sooma adoo dhaxamaysan oo daalan baad banaan ka imanaysa gurigaagu muxuu ku yahay sakan ya lidalika ilahi subxaana wa tacaala wuxuu yihi wallahu jacala lakum min buyutikum sakana jacala lakum min buyutikum sakana sukuunku waa deganaan waa xasilooni ya waa raaxa marka dumarka alla subxaanahu wa tacaala wuxuu u abuuray ragga wuxuuna ka cabiray oo ku tilmaamay inay yihiin meeshay ku nasan lahaayeen ku degi lahaayeen oo ku xasili lahaayeen walidalika ayaa halkaa laga fahmayey inuu ninku haddaanu haysan yani dhinaciisii kale waxbaa ka maqan weyn